نفسك هذا السؤال: لماذا الحكومة السورية نجحت في الخارج وفشلت في الداخل؟ راح تقول لي ما فشلت في الداخل، ولكن بوادر الفشل في الداخل واضحة: تخبط في القرارات، وعدم دراية في أمور الشعب، وبنفس الوقت الحالة صارت مزرية بالداخل. هل ترى الحكومة الحالية نجحت بالخارج فعليا؟ سؤال لازم تطرح نفسك، أنا ما راح جاوبك. هل ترى الحكومة الحالية نجحت بالخارج وهي أفشلت نفسها بالداخل؟ أو هي فشلت بالخارج وبالداخل ولكن التلميع الخارجي كان كتير عالي؟ هذا الكلام لازم نفهمه، لازم نفهمه. في كتير ناس ما بيفهموا الأمور بالسياسة، ولا بيفهموا لعبة السياسة ولعبة المخابرات كلها. لوين راح بعد سقوط النظام وانتصار الثورة؟ أنا بقول انتصار الثورة لأن فعلا هي انتصرت الثورة بهمة الشعب السوري، وبالفيديوهات الجاية رح نقول كيف انتصرت الثورة. بس السؤال يلي بدي أسألك إياه أنت يا مواطن، يمكن بتلاقي عندي بحسابي بعض الفيديوهات القديمة كنت حاكي فيها: أول دولة شو هي اللي زارها؟ وكيف زارها؟ وعن طريق مين زارها؟ وتاني دولة مين؟ والثالث مين هو التقى فيها؟ لعبة لازم تفهمها، كيف عم تنرسم الخطوط. واليوم الشعب السوري لازم يكون أوعى شعوب الأرض، بالذات اللي عايشوا الثورة وإحباطات الثورة وصعود الثورة ونزول الثورة. هدول لازم يكون أوعى ناس، ما لازم ينجروا وراء أي شيء تاني. هي الشعارات نسوها، انتهت الشعارات.